ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حاجه سريعه جدا علشان الحر وما نقفش كتير، وفي نفس الوقت تطلع مغذيه وجميله جدا. اول حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا في الوصفه. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، ومعايا هنا عيش التورتيلا. تقدري تعملي باي عيش انتي عاملاه في البيت او اي عيش انتي حباه، بينفع معاه اي حاجه، اي عيش موجود عندك متوفر عندك تقدري تعملي بيه الوصفه دي. زي ما انتم ما شايفين كده، لازم يكون التورتيلا معايا يكون طري، وهبدأ ان انا افرد فيه اللحمة من غير اي مكونات خالص. مش هحط لا بصل ولا هحط اي حاجة على اللحمة نهائي، هي اللحمة كده زي ما انتم ما شايفين. وهبدأ بس ان انا اطعمها بفلفل اسود وبالملح، وكمان بهارات لحمة اللي هي السبع بهارات بس كده. مش هحط اي حاجة تانية خالص، ولا خلطة فيها اي حاجة. اللحمة المفرومة كده سادة، مفيهاش اي حاجة خالص، ولا بصل ولا اي حاجة. زي ما انتم ما شايفين كده، بس بطعمها كده بالفلفل الاسود وطبعا الملح، وكمان شوية كده من البهارات، بهارات اللي هي السبع بهارات. هبدأ ان انا افرد اللحمة المفرومة كده، هفردها كويس قوي في العيش التورتيلا. وتقدروا ان انتوا تفردوا في العيش كله كامل، علشان انا جايباه الحجم الكبير، فانا مش هعمله، مش هفرد يعني اللحمة المفرومة في العيش الكامل، لا هعمله نصه بس. يعني انا فردته كده على النص الاخير زي ما انتم ما شايفين، وهبدأ ان انا اجيب عليه النص التاني زي ما انتم ما شايفين كده، وهبدأ ان انا افرده كويس قوي. طبعا احنا في الصيف وفي الحر مش بنكون عايزين طبعا اكلات غير الاكلات السريعة دي الجميلة. عايزة اقول لكم حلوة قوي وطعمها حلو وخفيفة كمان على المعدة في الحر ده. وكمان مش هتقفي في المطبخ كتير خالص، ما بتخلص يا جماعة ما شاء الله اللهم بارك في 5 دقايق وانتي واقفة بتعمليها. طبعا هوريكم واحدة تانية بنفرد طبعا كده زي ما انتم ما شايفين، نص اللحمة المفرومة في نص العيش، وهبدأ ان انا اجيب عليه النص التاني واقفله كويس قوي، وهحط ملح وفلفل اسود وسبع بهارات بس كده. هبدأ اقفل عليه كويس قوي. هي اللحمة على النار كده هتمسك معانا، تقدري تعمليها ناشفة، او لو انت عايزاها طرية شوية بتوطي النار خالص وبتسويها على درجة حرارة تكون قليلة جدا. طبعا احنا حاطين طبقة من اللحمة المفرومة، مش طبقة كبيرة قوي يعني، مش تخينة، لا هي طبقة رقيقة خالص علشان تستوي معانا بسرعة. زي ما انتم شايفين كده، ببدأ ان انا افردها كويس قوي، لازم تكون مفرودة معاكي. هاتي طاسة بقى فيها معلقة كبيرة من الزيت الزيتون، وهبدأ ان انا اسيبهم كده يستووا، عشان زي ما انتم عارفين دي لحمة ولازم تستوي كويس. هبدأ ان انا اسيبها على الوش ده كده، ويعني كل وش بياخد 5 دقايق. وخلوا بالكم لان العيش ده ما بيكملش اي حاجة، وممكن يتحرق منكم بسرعة. هو اخد مني هنا لون لان كنت طبعا بعمل بقية السندوتشات، واخد مني لون. انت تقدري ان انت تطلعي لون افتح من كده، بتهدي النار خالص وبتخليه. طبعا لو انت عايزاه طري بتوطي النار خالص وتسيبيه يستوي على نار هاديه. عايزاه يكون معاكي كده ناشف، بتبقي طبعا واقفه جنبه بتقلبي على الجنب ده شويه والجنب ده شويه، وبيبقى كده سهل معاكي وكده استوى معاكي، واللحمه المفرومه بتطلع مستويه وجميله. عملت جنبه هنا طبعا طماطم وبصل، حطيت طبعا عليها خل وليمون وفلفل اسود وكمون، وكمان حبه ملح، وظبطتهم كده. وهنعمل جنبه بقى احلى عصير مانجا عشان الجو حر. طبعا انا كان نفسي اعمله بقى باللبن وكريم شانتيه وكده، بس الواحد مش قادر يقف كتير في المطبخ، فقلت انجز. جبت كده الميه، وجبت المانجا قطعتها، وحطيت السكر، وكمان عملتها كده بالهاند بلندر سريعا، وميه ساقعه بقى تلج كده. واكله سهله وخفيفه وبجد حلوه جدا، ومش هتقفي في المطبخ كتير، وكمان خفيفه على المعده في الحر ده. طبعا استنوا مني ان شاء الله وصفات سهله ولذيذه كمان في الحر اللي احنا فيه ده. ما شاء الله اللهم بارك. التورتيلا باللحمه المفرومه تحفه، باللحمه جميله قوي ما شاء الله، تحفه جدا. ده كده الطري اللي انا كنت عاملاه، كنت عامله ناشف كمان. اتمنى ان هي تعجبكم، واسيبكم في رعايه الله.